البيضات ديالي كيف نتوما. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا باحوال طيبه. البنات اليوم ان شاء الله فيديو جديد البنات غنشارك معكم واحد الوصفه اللي طوب وهائله النلوجه اللي كتعطي تبييض فوري النلوجه ابتداء من الاستعمال الاول. كتبان لك الريزولطه في الوجه ديالو، كتبان لك الريزولطه فنه. المهم البنات بمكونات بسيطه بحال اللي كتشوفوا كنجيب لكم دائما غير مكونات بسيطه، وما شاء الله كنشارك معكم بزاف ديال الوصفات ديال التبييض. وانتم البنات تنوعوا باش هيدا يعني تبقاو تنوعوا من الاحسن، يعني تبقاو تنوعوا في الوصفات باش اي ماسك كتطبقوا على الوجه ديالك كيعطيك الريزولطه. هادشي اللي كاين البنات بالنسبه لهاد الوصفه هذه البنات راه كتعطي تبييض فوري النلوجه. زائد البنات الناس اللي كيعانيوا من الكلف حتى هو كيتحايد لهم بهاد الماسك هذا، والناس اللي يعني اللي ما عندهمش داك اللمعان والرطوبه في الوجه ديالهم، هاد الماسك هذا البنات كيعطيكم الرطوبه واللمعان في الوجه ديالك، زائد كيعطيك واحد النضاره ابتداء قلت لكم الاستعمال الاول البنات كتبان لكم الريزولطه. فما بالك ان الا بقيتوا كتستعملوها يعني كداوموا عليه. المهم البنات مكونات بسيطه. شنو عندي البنات؟ هنا عندي الدقيق ديال الفرص بحال اللي كتشوفوا، الدقيق ديال الفرصه البنات اللي مفيد بزاف للبشره، سورتو البشره اللي كتكون معرضه لاشعه الشمس. البنات راه غزال هاد الدقيق ديال الفرص، غزال البنات كيزول حتى حروق الشمس، غزال بزاف من الوجه. وسبق لي كنت شاركت معكم واحد الفيديو كنت هضرت لكم فيه على دقيق الفرص، على الفوائد ديالو على الوجه ديالنا. البنات عندي هنا البطاطا البنات بحال اللي كتشوفوا درت صغير وحده، وياغورت طبيعي اللي انا كنقول لكم دائما يعني تكون عندكم ياغورت طبيعي وتنزلوه في النيبيره حيتاش كنستعملوا بزاف من الوصفات. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هاد البطاطا اللي عندي غنشبرها البنات، غنقشرها وغنقطع اطراف صغيره ونعدلها في كاسرونه وغنضيف عليها الماء ونخليها تسلق لي. البنات غير نصيحه يعني ما تعدلوش الماء بزاف، حيت حنا ديك الماء اللي تسلق فيها غنخليوها هيدا مثلا ديك الماء اللي غيتسلق فيها غنستعملوه حتى هو مع ديك البطاطا اللي عندكم مسلوقه. المهم البنات مقشره ونعدلها تسلق وانا معاكم حبيباتي. صافي البنات من بعد ما رجعت لكم هانتوما البنات كتشوفوا البطاطا من بعد ما سلقتها البنات قلت لكم كتقطعوها هيدا اطراف صغيره وكتعدلوها تسلق. المهم البنات ودك بالنسبه لداك الماء اللي تسلق فيها نتوما ما تعدلوش الماء بزاف، يعني عدلوا الكميه اللي غتسلق لكم فيها البطاطا. المهم البنات انا عندي هنا شي 4 المغروفات د الماء اللي تسلقت فيها البطاطا، حيت البنات البطاطا كتحتوي على النشويات، وداك الماء اللي كيتسلق فيها حتى هو كيكون كيحتوي على النشويات اللي مفيده بزاف من البشره. بحال اللي قلت لكم كتحايد لكم داك الناس اللي كيعانوا من الكلف، كتبيض لكم الوجه ديالكم بعد واحد البيض البنات، كترجع لكم بيوتي في الوجه ديالكم. المهم الوجه ديالكم كيرجع غزال والنضاره واللمعان لا بريونس. المهم البنات غزاله هذا الماسك بعدا يستاهل التجربه، وان شاء الله ملي غتجربوا غتعرفوا البنات علاش كنهضر. هادشي اللي كاين البنات. والنشويات يعني بحثوا عليها في جوجل هتجبروا النشويات عندها واحد دور كبير في ازاله الكلف من الوجه والنضاره. زائد البنات الا كان عندكم يعني داك البقعه الداكنه في الوجه كتحيد لكم بهاد النشويات الموجوده في البطاطا. بحال اللي قلت لكم البنات خليت فيها واحد 4 المغرفه كبارين د الماء ديال اللي تسلقت فيها البطاطا اللي خليتها هنا. صافي. وعندي هنا الطحين البنات. بالنسبه للطحين البنات عدلتو في النيبيره، مثلا ملي غتكون غتعدل الماسك غتشبروا في الصباح تعدلوا في النيبيره، وفي الليل تعطبق الماسك ديالك في ديك العشيه باش البنات هيدا كيكون الطحين عندكم بارد، حيت البنات ملي كيكون بارد كيحيد لكم داك حروق الشمس، خرجتوا للبحر خرجتوا القيله ضرباتكم في الوجه ديالكم تحرق لكم وجهكم بالقيله. المهم البنات غزال الدقيق ديال الفرص غزال بزاف. انا قلت لكم ملي كنجي كنطبقوا كنعدلوا في الصباح في النيبيره، في العشيه كنطبق الماسك. المهم البنات بحال اللي كتشوفوا غنعدلوا واحد مغروفه كبيره ديال الدقيق البنات. وانا سبق لي شاركت معكم الدقيق الدور ديالو في ازاله حروق الشمس من الوجه. هانتوما البنات عدلت انا واحد المغروفه. زائد البنات غنعدل هانتوما واحد 2 مغروفات هيدا كبارين ديال بطاطا مسلوقه البنات بداك الماء. نتوما كتشوفوا داك الماء د البطاطا حتى هو غنعملوه حيت كيحتوي على النشويات اللي مفيده بزاف من البشره. زائد البنات انتما كتشوفوا عندي ياغورت طبيعي
البنات بالنسبه للبطاطا طبعا تخلوها حتى مش تخلوها تبرد، وانما ما تعملوهاش سخونه، يعني تخلوها تبرد شويش باش تسمعك لكم، حيت البنات الا عاود بردت لكم ما تبقاش تسمعك لكم. المهم البنات خصكم تخلوها تبرد شويش. هادشي اللي كاين. غنديرو هنايا نتوما مغروفه الاولى وغنزيد واحد مغروفه ثانيه. صافي هذا هو الماسك. دابا البنات عاني معاك داك البطاطا اللي عندي مسلوقه، ولا تسمعكوها هي الاولى، المهم ماشي مشكل. صافي المهم نتوما خلوها ملي تجيو تسمعكوها ما تخليوهاش حتى تبرد بزاف باش تبغي تسمعك لكم. ابخي تخلوها حتى تبرد عاد طبقوها على اللوجه ديالكم. طبعا تخلوها البنات حتى تبرد، تعدلوهاش سخونه على اللوجه ديالكم. هادشي اللي كاين. ها نتوما هذا هو الماسك البنات. وبالنسبه لدقيق الفرص انا قلت لكم ملي تجيو تطبقوه تخليوه يكون بارد، يعني تعدلوه في الصباح في النبيره، في العشيه تعدلوا الماسك ديالكم. حتى البنات عرفتوا البنات هائل في ازاله حروق الشمس. طب طب طب. صافي غنشبر دابا هاد المغرفه، نحرك هاد مزيان. وكل ما ضفتوا هاد الماء ديال البطاطا مزيان، حيت البنات انا قلت لكم كيحتوي على النشويات اللي مفيده بزاف من البشره. صافي هذا هو الماسك ديالي. الناس اللي كيعانيو من الكلف راه البنات ما يبقاش هذا المشكل عندكم نهائيا بالاستمراريه لهذا الماسك. وطبعا الطبيعي ما كايناش في حاله، وما شاء الله راه كنوع لكم بزاف. وانتم البنات يعني تبقوا تنوعوا في الماسكات وان شاء الله يعطيكم ريزولطا فنه فنه. صافي البنات هانتوما كتشوفوا انا نطبقها غير على يدي. هانتوما نتوما غتشبروا تغسلوا الوجه ديالكم سواء بجل نيطوايون اولا صابونه اللي كتغسلوا بها الوجه ديالكم. ابخي طبقوا هذا الماسك وغتخليوها البنات لمده 30 دقيقه. لمده 30 دقيقه طبقوها البنات على الوجه ديالكم وحتى على العنق. هيدا البنات باش ماشي بيض لكم الوجه ديالكم العنق، لا دائما كنقول لكم يعني فيما تطبقوا شي ماسك غتطبقوه على الفيزاج ديالكم وحتى على العنق. صافي البنات كان هذا هو المهم انا طبقته دابا غير على يدي. نتوما طبعا طبقوه على الوجه ديالكم. البنات بالنسبه لهاد الماسك هذا شحال تبقاو تستعملوه؟ تستعملوها البنات 2 المرات في الاسبوع حتى تحصلوا للنتيجه اللي تحصلوا ليها ابخي. وان شاء الله يا ربي يعني تحصلوا على نتائج مرضيه البنات. غير طبقوه استمروا عليه وان شاء الله يعني استعمال هو البنات بعد ما الاستعمال الاول كيبان لك الفرق، كيبان لك واحد الفرق في الوجه ديالك ابتداء من الاستعمال الاول. وطبعا ملي غتبقاو تستعملوه يعني نتوما تبقاو تستعملوه حتى تحصلوا النتيجه اللي خصكم. مثلا الناس اللي كيعانيو من الكلف غتبقاو تطبقوه يعني 2 المرات في الاسبوع، تبقاو تستمروا عليها بهذه الطريقه هذه حتى تشوفوا بان الكلف دا كيحيد لكم الوجه ديالكم. ابخي صافي البنات بقاو تعدلوه مره في السيمانه. هادشي اللي كاين البنات راه غزال والطوب وهائل. وبعد البياض ما شاء الله رجع الوجه ديالك بعد واحد البيض فيه ما شاء الله غزال. وداك التصبغات البنات كتحيد البقع السوداء البقع الداكنه في الوجه. الناس اللي كيعانوا من الكلف المهم البنات طب غير جربوه وردوا ليا في لي كومونتير البنات. وبغيت اي وحده جرباتو عطاها النتائج والبنات انا مأكده غتعطيكم ريزولطا فنه. بغيتكم البنات كتبوا لي في لي كومونتير حيت البنات هيدا كتفرحوني ملي كنشوفكم البنات جربتوا لي ماسك اللي كننزل لكم راه ما شاء الله راه يعطيكم ريزولطا فنه. وبعد الاستعمال الاول واحد النضاره ولا بريانس في الوجه ديالك غترجع طب. صافي البنات هادشي اللي كاين. وكنأكد على اكران سولير دائما كنقول لكم ملي تخرجوا تكونوا خارجين عدلوا ليكران سولير ديالكم كل 2 ساعات، يعني طبقوا الاكران سولير ديالكم. مثلا خرجتي 2 ساعات عاود طبق على الوجه ديالك باش البنات هيدا كنحافظوا على البشره ديالنا وكنحافظوا عليها. والبنات راه الدقيق راه عنده دور كبير في ازاله الحروق ديال الشمس، راه واحد الدور عنده كبير بزاف في ازاله الحروق. وهادشي اللي كاين البنات. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم.
الاعجاب ديالكم. البنات وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، حيت البنات هما اللي كيفرحوني طبعا، هذا فضلا وليس امرا طبعا، والهلا يخطيكم عليا البنات. وبغيت الكومونتيرات المزيونه ديالكم كيف ما كتخليو لي دائما تكتبوها لي وتجربوها البنات. وملي تجربوا هذا الماسك تكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش عطاتكم الريزولت ابخي، حيت ما شاء الله تحصلوا على نتائج مرضيه. غير البنات المداومه هادشي اللي كاين، اللي كيعاني من الكلف يعني راه ضروري من ديك الساعه تسالات الرابعه تبدا تبان لك النتيجه. اما بالنسبه يعني داك الحروق في الشمس او لا السواد في الوجه ديالك راه ابتداء من الاستعمال الاول كيبدا يبان لك الفرق البنات. هادشي اللي كاين. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله فيديو جديد بالصحه والراحه.